ربك سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عطف وبالوالدين إحسانا على ألا تعبدوا إلا إياه، يعني جاب الإيمان بيه والتوحيد ليه هو فقط لا غير، وبعدها على طول قال وبالوالدين إحسانا. ده بيبين لك حجم المكانة اللي ربنا سبحانه وتعالى حاطط الأب والأم فيها، يعني بعده مباشرة. ولما بتبر أبوك وأمك وبتحسن إليهم أنت الكسبان الأكبر. عارف ليه؟ أنت لا تتخيل سرعة الاستجابة بتاعت الدعاء بتاعت الأم بالذات ليك، لا تتخيل حجم الغضب اللي ممكن ينزل عليك من ربنا سبحانه وتعالى بدعوة خطيرة من أبوك أو من أمك، لأنهم بابك المفتوح للجنة حرفيا أو للنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف عبد، أو فيما معناه رغم أنف عبد أدرك أبواه أو إحداهما ولم يدخلاه الجنة.